ازيكم يا شباب، معاكم سعيد من عالم الخياطة. النهاردة جاي لك بحلقة مهمة جدا عن عيب أو خطأ المعظم بيعمله، تمام، وهو مش عارف نتيجته ايه أو بيسبب ايه، فبيظهر معاه مشاكل ما بيبقاش عارف حلها. والعيب ده بسيط جدا، يعني أثناء الصيانة ممكن بيعمل حاجة في المكنة فبيعمل خطأ بيؤدي لمشاكل تانية كتير. فاحنا النهاردة جاي عشان أقول لكم الخطأ ده بيجي منين وايه الحل بتاعه، تمام، في خطوة بسيطة جدا ومهمة جدا جدا جدا. طبعا دي مكنة خياطة سنجر، تمام. هنا معانا دي مروحة الزيت، تمام، دي مروحة الزيت. المروحة دي من جوه دي مصفى في فوقها مروحة، تمام. ده حوض الزيت طبعا زي ما انتم شايفين. هنا مكتوب قدامك لو وهاي. لو ده يعني واطي، هاي يعني عالي، تمام. فلازم الزيت يكون عند هاي كده زي ما انتم شايفين يا شباب، زي ما انت شايف عند هاي كده، كده الزيت مستواه تمام. لو نازل تحت عند لو دي، تمام، كده المروحة دي لما بتلف وانت شغال مش هتشفط زيت عشان توصله للتروس من فوق. ما هي المروحة دي بتشفط الزيت من هنا تطلعه فوق عن طريق الأنابيب اللي انت شايفها قدامك دي كلها، تمام. فلازم طبعا يا جماعة أول حاجة إن الزيت ده تبص عليه كل أسبوع أو أسبوعين، تشوفه لو نقص تزوده لحد ما يوصل للعلامة اللي فوق عند الهاي دي. لو انت الزيت معاك كده تمام، المروحة هنا تشتغل معاك تمام. وعندك هنا فوق في نضارة هنا، الزيت هتلاقيه بينطر فوق كده فيها، معنى كده ان الزيت وصل للمكنة كلها. دي اول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، هنا عندك ده اسمه مسمار الزيت. المسمار ده طبعا برضه هو يعني ايه اللي بيقفل الانبوبة بيفتحها، يعني الخراطيم اللي انت شايفها دي كلها ده المسمار المتحكم فيها. لو انا قفلته المروحة دي هتشفط الزيت بس مش هتعديه في الأنابيب اللي بتوصل للتروس بتاع المكنة كلها زيت. فلازم طبعا يكون مهوي شوية، مهوي شوية يعني لفتين تلاتة كده ناحية الشمال اليمين، تمام، عشان يهوي شوية عشان لما يشفط زيت من هنا كله يعدي في المواسير، تمام. فهنا يا شباب لما الزيت طبعا بيعدي في الأنابيب اللي هي الخاصة بالزيت إنها توصل للمكنة كلها زيت، تمام، المكنة معاك صوتها يبقى ناعم وشغلها كويس وأدائها كويس معاك جدا. لكن لو الزيت ما وصلش بسبب ان انت قافل المسمار ده او الزيت هنا قليل، لو الزيت قليل وانت قافل المسمار ده فطبعا المروحة دي كمان مش هتوصل زيت، المكنة هتقفش. لان التروس اللي انتوا شايفينها دي كلها لازم تكون متزيتة. متزيتة ليه؟ عشان تبقى ناعمة وسلسة في الحركة بتاعتها. فدي حاجة مهمة جدا يا جماعة، المبتدئين ما يعرفوش عنها، وكمان الناس الفاهمة، والله في ناس ما تعرفش الكلام ده. فانا هنا بقول لك المشاكل والعيوب والحل بتاعتها كله، يعني ايه يعني، من الاخر والله يا جماعة انت لازم تعرف العيب جاي منين عشان تعرف تصلحه. يبقى احنا هنا لازم معانا الزيت يكون فوق عشان المروحة دي تشفط الزيت وتوصله فوق، تمام. والزيت مش هيوصل الا من المسمار ده، لازم تكون انت مهويه مش قافله، عشان انت كده قفلت المحبس يعتبر. لازم يكون مهوي شوية، تمام. تاني حاجة يا جماعة، انت عندك هنا الكروشيه، ده اسمه كروشيه، تمام، اللي انا صابع عليه ده. الكروشيه ده اهم حاجه في المكنه. ليه بقى؟ هو اللي بيلقط الغرزه من تحت من فوق عشان يديك غرزه زي ما انت بتشوفها كده مخيطه ماسكه، تمام. فالكروشيه ده لازم اللفه بتاعته تكون ناعمه. اللفه بتاعته هتكون ناعمه ازاي؟ انت لو شايف كده بص، في هنا زيت اهو، ده زيت، معنى كده ان الكروشيه ده بيوصل له زيت وكل حاجه تمام. لو ناشف اعرف ان مفيش زيت وصل له، يبقى المشكله جايه منين؟ من المسمار ده ان انت قافله، تمام. فطبيعي المكنه بتشفط زيت بس بترجعه تاني علشان المسمار ده مقفول. يا اما في الاساس ان الزيت ده واطي عن العلامه بتاعته التانية اللي فوق الشرطه دي. فالكروشيه ده يا جماعه هو يعتبر قلب المكنه، ده قلب المكنه، ده اللي بيخلي معاك غرزه مظبوطه، الصوت بتاع المكنه مظبوطه، كل حاجه تمام. طبعا بجانب ان ممكن مثلا ده مسند، اللي في ايدي ده مسند اللي هو صابع عليه ده. طبعا لو المكنه حشرت منك، وباذن الله نعمل لها فيديو تاني، ان المكنه لما تحشر منك مش لازم تفك الوش اللي فوق هنا، لا طبيعي عادي تفك المسمار ده، وهقول لك تفكه ازاي وترجع تركبه تاني ازاي. فلو انت وصلت معانا لحد هنا يبقى انت في المكان الصح طالما مهتم بالخياطه.
انا معاك باذن الله. لو انت محتاج اي حاجه اكتبولي تحت في الفيديو عشان اعمل لك فيديو عنها الحلقه الجايه. وانا بديك المعلومه يعني عن خبره سنين. فلو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك ودوس لايك وشير عشان تشجعني اقدم لك فيديوهات اقوى من كده. سلام.